في أسلحة في الدنيا بتخليك تحس إنك واقف قدام وحش حقيقي مش مجرد آلة. النهارده هنتكلم عن سلاح من أخطر وأعظم الأسلحة اللي اتعملت في تاريخ الحروب، المدمرات الحربية. سفينة ضخمة ماشية بسرعة رهيبة في البحر، شايلة صواريخ ومدافع ورادارات تقدر تكشف العدو من مسافات مهولة. حاجة كده تخليك تقول اللي يمتلكها هو اللي مسيطر. لو انت من عشاق القوة البحرية والحاجات اللي بتدي هيبة في البحر، ركز معايا للنهاية علشان الحلقة دي هتاخدك من أول فكرة المدمرات لحد أحدث التكنولوجيا اللي شغالة النهاردة. يلا بينا نبدأ الحلقة. المدمرات متعددة المهام، مالتي رول ديسترويرز، دي تعتبر وحوش البحر الحقيقية. الفكرة منها إنها سفينة واحدة تقدر تعمل كل حاجة تقريبا، بدل ما تحتاج أسطول كامل لكل مهمة. يعني السفينة دي ممكن في لحظة تلاقيها بتحمي نفسها من هجوم جوي، وفي لحظة تانية بتطارد غواصات تحت المية، وفي وقت ثالث بتضرب سفن سطحية أو حتى أهداف برية وصواريخ. مميزاتها أنظمة رادارات متقدمة جدا بتقدر تكشف طيارات وصواريخ بعيدة المدى في نفس الوقت اللي بترصد فيه الغواصات تحت المية. تسليح متنوع وقوي، صواريخ مضادة للطيارات، صواريخ مضادة للسفن، صواريخ كروز للهجوم البري، توربيدات مضادة للغواصات، ومدافع تقليدية، وكمان أنظمة دفاع قريب عشان تتصدى لأي تهديد جاي من آخر لحظة. أنظمة سونار متطورة بتسمح لها تكتشف أي غواصة مختبئة على مسافات بعيدة. قدرة تشغيل مروحية، أغلب المدمرات دي معاها مهبط لمروحية، ودي بتساعد في مهام الاستطلاع أو مكافحة الغواصات. أمثلة: أرلي بورك كلاس، دي أشهر وأقوى مدمرات متعددة المهام في العالم حاليا، بدأ دخولها الخدمة سنة 1991. حجمها حوالي 9000 ل 10000 طن، السرعة توصل من 30 ل 55 كيلومتر في الساعة، والطاقم حوالي 300 فرد. مميزاتها نظام إيجس، ده بيخليها تقدر تدير معركة كاملة ضد الطائرات وصواريخ في وقت واحد. 2 إطلاق عمودي، عندها حوالي من 90 ل 96 خلية إطلاق صواريخ، كل واحدة ممكن تشيل نوع مختلف من الصواريخ مضادة للطيارات وصواريخ كروز وصواريخ أخرى. قدرات مضادة للغواصات، فيها سونار متطور جدا، وكمان ممكن تشغل مروحيات MH-60R لمطاردة الغواصات. عندها قدرة هجومية رهيبة، ممكن تضرب أهداف على بعد أكتر من 1600 كيلومتر باستخدام صواريخ توماهوك. تصميمها شبحي، شكلها الخارجي مصمم يقلل بصمتها الرادارية بحيث تبقى أصعب في الكشف. المدمرات المضادة للطيارات Air Defense Destroyers، هي سفن هدفها الأساسي تحمي الأسطول من أي تهديد جوي، سواء كان طائرات مقاتلة أو قاذفات أو حتى صواريخ كروز أو باليستية. بمعنى بسيط هي الدرع الجوي المتحرك للأسطول. مواصفاتها الأساسية: رادارات قوية جدا وطويلة المدى، بتقدر تكتشف الأهداف الجوية من مسافات ضخمة وتتابعها في نفس الوقت. الرادارات دي غالبا متعددة المراحل عشان تتابع مئات الأهداف في لحظة واحدة. أنظمة إطلاق صواريخ مضادات للطائرات، الصواريخ دي مش بس تدمر الطائرات لكن كمان تقدر تشتبك مع صواريخ كروز وأحيانا الصواريخ الباليستية. أنظمة قيادة وسيطرة متطورة، المدمرة مش بس بتحمي نفسها لكنها بتشتغل كمركز تحكم قوي للأسطول وتوزع بيانات الأهداف لباقي السفن. تسليح ثانوي محدود، عندها دفاعات سطحية أو ضد الغواصات بس مش بنفس قوة المدمرات متعددة المهام. تركيزها الأساسي هو الجو. أمثلة: كونجو كلاس، المدمرات دي اليابان طورتها بالاعتماد على التصميم الأمريكي لكن خصصتها بشكل أكبر لمهام الدفاع الجوي. مواصفاتها: دخلت الخدمة في منتصف التسعينات، أول واحدة سنة 1993، حجمها حوالي 9500 طن، سرعتها توصل من 30 ل 55 كيلومتر في الساعة، الطاقم اللي عليها حوالي 300 فرد. أنظمتها المميزة: نظام إيجس كومبات سيستم بتركز أكتر على الدفاع الجوي الصاروخي. 2 رادار SPY-1D قادر يكشف مئات الأهداف الجوية ويتابعها في وقت واحد. خلايا إطلاق عمودي DLS، حوالي 90 خلية، معظمها مخصصة لصواريخ SM-2 و SM-3. صاروخ SM-3 بيقدر يتعامل مع الصواريخ الباليستية في الفضاء. قدرة مكافحة الغواصات محدودة نسبيا،
عندها أنظمة سونار بس مش بنفس قوة المدمرات، متعددة المهام، تصميم شبه شبحية، تصميمها الرادارية أقل بحيث تكون أصعب في الاستهداف. وهنا في حاجة لازم نوضحها الأول. تايب 45 دارين كلاس البريطانية مش مدمرة مضادة للغواصات، لكنها في الأساس مدمرة دفاع جوي مصممة لحماية الأسطول من الطائرات والصواريخ. عندها قدرات بسيطة لمكافحة الغواصات، لكن ده مش دورها الأساسي. المدمرات المضادة للغواصات عادة بتكون مصممة من البداية لمطاردة الغواصات، وده بيظهر في تجهيزاتها. مواصفات المدمرات المضادة للغواصات: أول حاجة أنظمة سونار متقدمة جدا عشان تكشف الغواصات على مسافات بعيدة. 2 تسليح متخصص، توربيدات مضادة للغواصات، صواريخ بتطلق توربيدات في الهواء توصلها لمكان الغواصات. 3 مروحيات مضادة للغواصات، عادة بيكون معاها مهبط لمروحية زي SH-60 سي هوك أو ما يعادلها عشان تمشط مناطق واسعة وتضرب الغواصات من بعيد. تصميمها هادي، جسم السفينة وأنظمة الدفع مصممة تقلل الضوضاء عشان ما تكشفش موقعها للغواصات. أمثلة: أكيزوكي كلاس اليابانية، دي مدمرة مصممة في الأساس لمهام مكافحة الغواصات. عندها أنظمة سونار حديثة جدا ومتطورة، مجهزة بصواريخ وتوربيدات مضادة للغواصات، تقدر تشيل مروحية SH-60. مدمرات الهجومية سترايك ديسترويرز، دي معمولة بفكرة مختلفة شوية. الهدف الأساسي منها ضرب أهداف برية على مسافات بعيدة جدا باستخدام صواريخ كروز، وكأنها قوة قصف عائمة. يعني بدل ما تعتمد على طائرات مقاتلة أو قاذفات، المدمرة نفسها تشتغل كذراع هجومية للأسطول. مواصفاتها: تسليح هجومي ضخم، صواريخ كروز زي توم هوك تقدر تضرب أهداف برية على مسافات أكتر من 1600 كيلومتر، مدافع متقدمة للضربات الساحلية رغم أن بعض الأنظمة دي اتلغت في بعض التصاميم. تصميم شبحية، جسم السفينة معمول بحيث يظهر على الرادار كأنه قارب صغير رغم انها في الحقيقة مدمرة ضخمة. أنظمة تحكم نيراني متطورة قادرة تشتبك مع أهداف متعددة في نفس الوقت سواء برية أو بحرية، قدرة على مهام متعددة بس بتركيز هجومي. عندها دفاع جوي أساسي وأنظمة مضادة للغواصات، لكن مش بنفس قوة المدمرات المتخصصة في الحاجات دي. مثال: زوم والت كلاس الأمريكية، دي أحدث وأغرب مدمرة هجومية في العالم. الولايات المتحدة صممتها تكون الجيل الجديد من المدمرات. مواصفاتها: دخلت الخدمة أول واحدة في 2016. الحجم حوالي 15 طن، أكبر من معظم المدمرات. سرعتها حوالي من 30 ل 55 كيلومتر في الساعة. الطاقم اللي عليها حوالي 150 فرد. مميزاتها: تصميم شبحي، شكلها الغريب بيخليها تقريبا غير مرصودة على الرادار. 80 خلية إطلاق عمودي، تقدر تحمل صواريخ مضادة للسفن وصواريخ دفاع جوي. فيها مدافع متقدمة، كانت مصممة تضرب قذائف موجهة لمسافات طويلة جدا، لكن البرنامج ده اتوقف بسبب التكلفة. البحرية الأمريكية ناوية تركب عليه أسلحة طاقة موجهة زي الليزر وصواريخ فرط صوتية. مدمرات الثقيلة هيفي ديسترويرز، هي النسخة الأكبر والأقوى من المدمرات التقليدية، وغالبا بتكون قريبة جدا من حجم الطرادات لكن محتفظة بسرعة ورشاقة المدمرات. الفكرة انك تجمع بين القوة النيرانية ضخمة، قدرة على التحكم السريع في سفينة واحدة. مواصفاتها: حجم كبير وإزاحة عالية، توصل أحيانا ل 12 أو 15 طن. الحجم ده بيسمح بتركيب أنظمة تسليح ورادارات أكبر بكتير. تسليح تقيل، خلايا إطلاق عمودي ضخمة تحمل عشرات الصواريخ للهجوم الجوي السطحي والبري. مدافع متقدمة وأنظمة دفاعية متكاملة. تكنولوجيا متطورة جدا. أنظمة شبحية تقلل بصمتها الرادارية. أنظمة تحكم قتالي متطورة لإدارة معارك متعددة في نفس الوقت. مدى طويل وسرعة كويسة، تقدر تتحرك لمسافات هائلة من غير ما تحتاج للتزويد بالوقود بسرعة. والسرعة عادة حوالي من 30 ل 55 كيلومتر في الساعة رغم حجمها الضخم. المدمرات مش مجرد سفن، دي وحوش بحرية حقيقية بتجمع بين السرعة والقوة والتكنولوجيا من أول بدايتها لحد آخر مدمرات حديثة في العصر ده. ولحد النهاردة هي قلب أي أسطول بحري. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مستنيكم في الحلقات اللي جاية.